عمرك حسيت إنك بتبذل طاقة ومجهود كبير وكل ده عشان تحافظ على علاقة، لكن في المقابل بتاخد إرهاق وإحباط؟ في المجتمع بتاعنا اتعودنا إن العلاقات كلها استثمار ولازم نكمل للنهاية، وإن الخروج من أي علاقة هو فشل في الحياة. لكن في الحقيقة بقى إن مش كل العلاقات لازم تكمل. خليك معايا صديقي وأقولك على أهم حاجة تعرفك إن العلاقة اللي انت فيها غلط. أول حاجة ما تكون العلاقة ماشية في اتجاه واحد، انت اللي بتدي وبتسمع وتكون سند. تاني حاجة ما تحس إن انت طاقتك خلصت. دايما ما تلاقي بعد كل مقابلة بدل ما تكون مرتاح ومشحون طاقة وحب هتحس إن طاقتك كلها انسحبت منك. وحاجة مهمة كمان هي غياب الاحترام المتبادل والتقليل منك بدون أي سبب، ودايما بتحس بالذنب ناحية الطرف الآخر. السؤال المهم هنا، احنا ليه بنفضل ماسكين في العلاقات المؤذية وبنخاف نسيبها؟ ممكن يبقى خوف من الوحدة أو خوف من الألم أو حتى خوف من المواجهة. تعال أحكي لك ازاي نخف من كل ده. أول حاجة لازم نتقبل فكرة إن العلاقات ممكن تخلص عادي جدا، وطبعا حقك تزعل وتعترف بحزنك ده، بس خلي بالك لازم يكون ماضي وما يحددش مستقبلك. لازم كمان نركز على نفسنا ونحقق الأهداف بتاعتنا. لازم يكون عندك هدف واضح وعلاقات صحية جديدة عشان تقدر تنجح وتحقق كل أهدافك. وافتكر دايما خليك متفائل، خليك منور الدنيا. سلام.